السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على الفي فراجة. الفي فراجة اللي هي الأسئلة اللي بتبدأ بأداة استفهام. تمام. طيب قبل أي حاجة احنا عايزين نعرف إن الأسئلة اللي هي الفراجة عبارة عن نوعين: في فراجة ويا أودوناين فراجة. النوع التاني اللي هو يا أودوناين فراجة ده اللي هو النوع اللي رده بيكون بنعم أو لأ، اللي هو عندنا في العربي هل أنت كلت، هل أنت مش عارف كذا. فبتبدأ رد على السؤال ده بيكون بنعم أو لأ. طيب، اول حاجه هنتكلم عن الاوت اللي هو الحاجه اللي بتدل على المكان، يعني اداه استفهام اللي بتستخدم للاماكن. عندي نمرة 1 فو، عندي نمرة 2 woher، نمرة 3 wohin. تعال ناخدهم واحده واحده كده. فو بمعنى اين، لو انا عايز اقول لك مثلا انت عايش فين. فو نزدو، انت تعيش فين. فترد عليا تقول لي ايجيفونا ان كايرو، انا عايش في القاهره مثلا. تمام، يبقى ده بيدل على المكان. تمام. طيب، woher من اين. woher kommst du، انت منين. فتقول لي ich komme aus Ägypten. ich komme aus Ägypten ان انا الموطن الاصلي بتاعي هو مصر. تمام كده. فيبقى انت جاي منين او انت منين يعني، فتقول له انا من مصر. تمام. نمرة 3 wohin، الى اين. wohin möchtest du gehen، انت عايز تروح فين، يعني الى اين انت عايز تروح. تمام. ich möchte ins Café gehen، انا عايز اروح للكافيه اللي هو القهوة او الكافيه يعني. تمام. طيب، بعد كده هنخش على فاروم. فاروم بمعنى لماذا. تمام، اللي هو السببية، عايز أسألك على سبب حاجة معينة. فاروم lernst du Deutsch، انت ليه بتتعلم ألماني. denn ich mag fremde Sprache. denn بمعنى لأن، ich mag fremde Sprachen يعني لأن أنا بحب اللغات الأجنبية. تمام. طبعا لو هترد على سؤال فاروم فعلى طول طبعا هتستخدم اللي هي الدين، او قدام في مرحلة الأتصفاء ان شاء الله هتستخدم حاجة اسمها فايل. بس خلينا دلوقتي ان انت عايز تقول لأن فهتستخدم دين. تمام. طيب، ما بتأثرش على ترتيب الجملة يا شباب، يعني دين بيجي بعدها الفاعل عادي وبعد كده الفعل وهكذا. تمام، وتكملة الجملة. هنخش بعد كده على فاس. فاس بمعنى ماذا. تمام. فأنا عايز أقول لك مثلا أنت بتشتغل إيه، أو ماذا تعمل يعني. فاس arbeitest du، ماذا تعمل. ich arbeite als Fahrer، أنا شغال سواق. تمام. طيب، was kostet das، يعني ما تكلفة هذا. das kostet 45 Euro، ده تكلفته 50 يورو. تمام. طيب، هنخش بعد كده على في يا شباب بمعنى كيف. تمام. بس خلي بالك من حتة بقى هنا، ان في حالة النعمة او الأدغسة او النمى بتيجي بمعنى ما او ماذا. بالراحة تاني، في بمعنى كيف، ولكن لو انا عايز استخدم ما او ماذا عشان اسأل عن رقم او اسأل عن عنوان شخص معين او اسأل عن اسم شخص، فانا هجيب في هنا مش فاس. تمام كده. يبقى فاس بتيجي بمعنى ما او ماذا مع اي سؤال يخطر ببالك وعايز انت تقول ماذا، فانت هتاخد فاس. الا لو انت هتسأل شخص عن اسمه او عنوانه او عن رقم تليفونه مثلا، او رقم البيت بتاعه وهكذا. تمام. طيب تعالوا نشوف الامثله عشان الدنيا توضح. في kann ich Ihnen helfen، اللي هو كيف يمكنني ان اساعد حضرتك، انا اقدر اساعدك ازاي. هنا جت بمعنى كيف. طب تعالى نبص على اللي بعده. في ist Ihr Name، ما اسمك، انت اسمك ايه، فهنا استخدمت في وهنا تيجي بمعنى ما او ماذا. في ist deine Adresse، ما عنوانك. تمام كده، جيت هنا برضو استخدمت بمعنى ما. في alt sind Sie، ما عمر حضرتك، هنا برضو بتسأل عن رقم فاستخدمت في. تمام. طيب، عندنا بقى حاجات متفرعة من في برضو زي في اوفت اللي هي كم مرة. عايز اقول انت كم مرة مثلا بتروح الجيم. في اوفت جيز دو انس فيتنس ستوديو، انت كم مرة بتروح الجيم. تمام. فانت بترد عليا وتقول لي دي غايمال بروفوخا، يعني 3 مرات في الاسبوع. تمام كده. لو هقول مرتين يبقى تسفايمال بروفوخا. تمام كده. لو مرة واحدة يبقى اينمال بروفوخا وهكذا. تمام. طيب، عندي بعد كده عايزين نفرق بقى ما بين حاجتين. عندي في فيل وفي فيلا. في فيل دي كم من ولكن شيء لا يعد، وفي فيلا كم من ولكن شيء يعد، يعني حاجة هتتعد. طيب، في فيل شيء لا يعد زي ايه. عندي مثلا الفصل، المية. عندي التسوكة،
اللي هو السكر، عندي زالتس اللي هو الملح. تمام. وعندي الجلد. هتقول لي الجلد الفلوس، الله ما الفلوس بتتعد. هقول لك الفلوس بتتعدى، ولكن هنا مش بحدد لك رقم معين من الفلوس، انا بديك الفلوس بالمعنى المطلق بتاعها. فهي في حد ذاتها الكلمة جلد في حد ذاتها فهي كلمة مطلقة، فما تدلش على اي رقم. تمام. فانا مثلا بقول لك في فيل جلد هاز دو. تعالوا نكمل يا شباب. عندنا بعد كده فان بمعنى متى. فاحنا هنا مثلا نقول متى بيبدأ الكورس الألماني. Wann fängt das Deutschkurs an? Das Deutschkurs fängt um 13:30 Uhr an. يعني الكورس الألماني هيبدأ الساعة 1:30. تمام كده. طيب بعد كده عندي wie lange اللي هي ما مدة. Wie lange dauert das Deutschkurs؟ ايه المدة اللي هيستغرقها الكورس الألماني؟ Das dauert 90 Minuten. هو هيستغرق 90 دقيقة، يعني ساعة ونص. تمام كده. بعد كده عندي زايد فان اللي هو منذ متى. فمثلا عايز اقول لك من امتى انت بتتعلم الماني، فبنقول seit wann lernst du Deutsch. فبترد عليا تقول لي seit 3 Monaten، seit einem Monat من شهر، seit einem Jahr من سنة، وهكذا على حسب انت عايز تقول ايه. تمام. طيب عندي بعد كده bis wann اللي هو حتى متى، اللي هو لحد امتى يعني. تمام. فبنقول مثلا ايه bis wann arbeitest du heute. لحد امتى انت تنيك شغال النهارده، يعني انت شغال النهارده لحد الساعه كام يعني من الاخر. فبترد عليا تقول لي heute arbeite ich bis 19 Uhr. انا شغال لحد الساعه 7 بالليل يعني. تمام. بعد كده بقى انا عايز اسال عن شخص او شيء، يعني عايز اسال عن اسم شخص او شيء. تمام كده. فمثلا عايز اقول من هذا، فبقول wer ist das. wer ist das يعني من هذا للعاقل. تمام. فاقول لك das ist محمد، ده محمد. تمام. طيب لكن لو عايز اسال عن، يعني اقول من ولكن لشيء غير عاقل، فبقول was ist das. was ist das بمعنى اللي هو من ولكن لغير العاقل. فاقول das ist ein Auto, ein Kuli, ein Handy und so weiter. تمام. اتمنى يكون شرح المحاضرة كان واضح. ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة. اتمنى تدعموني بلايك، ولو تعملوا شير للفيديو عشان اكبر عدد يستفاد. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.